خدت ماما وخدت كل الفلوس اللي في البيت بتاعت جوزي ونزلت جبت جهاز الأحلام لولادي. عايزة أقول لكم إن جهاز عيالي كله من ألمانيا وجبته بأرخص سعر. ولما جيت أفتح كراتين الجهاز أنا وماما ما تخيلتش الحاجة تطلع بالشكل ده. توكيل أرشيا عامل خصومات 35% بمناسبة افتتاح فرع مدينة نصر عباس العقاد بجوار بنك مصر أمام يونيون إير. زي ما انتوا شايفين ده الفرع الجديد، وبمناسبة الفرع الجديد عامل خصم 35%. يعني طقم الحلل اللي كان ب7 و8 عليه خصم في توكيل أرشيا فرع مدينة نصر الجديد. زي ما انتوا شايفين الحاجة كلها عليها خصم 35. عايزة أقول لكم الإزاز البوهيمي أو الأطقم الشربات والكاسات والأطقم الجاتو البوهيمي الأصلي بيبدأ في أرشيا الألماني من أول 600 جنيه. ده غير إن البوهيمي هناك عليه ضمان 25 سنة. تخيلي تاخدي طقم كاسات ولو اتكسر منك كاس تقومي لما الإزاز بتاعه وتقومي واخداه كده وتروحي الفرع وتقولوا له خد الإزاز المكسور ده انا عايزه كاس بداله، ويديكي كاس بداله من غير ما تدفعي ولا جنيه، لان اي حاجه بوهيمي هناك عليها ضمان 25 سنه. بس ما ينفعش تروحي تبدلي الحاجه غير وانتي معاكي الكاس المكسور او الكوبايه المكسوره. فعشان كده رحت جبت بقى شويه حاجات بوهيمي ليا وللبنات، وطبعا البوهيمي مهما قعد قيمته فيه، وكمان الاسعار بترتفع. عايزه اقول لكم رحت بقى لقيت الاطقم الحلل الاستانلس، الحلل دي كلها الماني بضمان 25 سنه. الضمان هناك بيبدأ من 10 سنين لحد 25 سنة. ده التوكيل الأصلي لأرشيا الألماني. عايزة أقول لكم كل حلة أو كل طقم معاه الكتالوج والضمان بتاعه. لو دخلتي على الويب سايت بتاع ألمانيا هتلاقي إن الطقم ده لو دخلتي كده الطقم معاكي أو السيريال نمبر بتاعة الطقم اللي معاكي ده على الويب سايت الألماني هتلاقي إن الحلل دي ألماني أصلي مش مضروبة، عشان في أرشيا مضروبة وفي أرشيا أصلي. ولقيت بقى الحلل الضغط. بصراحة لقيت حلة ضغط كبيرة بتشيل لحد 20 لتر. زي ما انتوا شايفين حلل الضغط هناك مختلفة تماما كلها ستانلس، وطريقة القفل بتاعتها غير أي حلة تانية ضغط. زي ما انتوا شايفين كنت بشوف الستانلس واشتريت أطقم ستانلس للبنات. احنا عندنا هنا دلوقتي اكبر تشكيله صيني موجوده في مصر. الماليزي تشيكي بويو والماليزي وايطالي والماني وماليزي وبنجلاديش. يعني ثواني يعني دي الأطقم اللي هي مهما تقعد ثمنها فيها، وغير ان هي تمنها فيها دي الاطقم الفرز الاول تخش معاكي فرن ميكروويف غساله نار مباشر. بتدخل ده الحرارة. اهم حاجه عندي ان هي تخش فرن ميكروويف غساله نار مباشر. واهم حاجه تعرفي الفرق في الصيني بين الفرز الاول والفرز الثاني. والعملاء بتوعنا القدام طبعا اللي بيجوا لنا في وسط البلد طبعا اول ما بيخش بيقول لك ايه الفرق بين الفرز الاول والفرز الثاني، فاحنا بنقول له فهوبا بيرجع ياخد تاني. قولي الرف اللي هناك ده ايه؟ بنجلاديش اللي احنا شفناه وده برضه بنجلاديش. ده بنجلاديش. بس في حاجات بتبقى واخده جولد عادي وفي حاجات بتبقى مرصعه من الذهب. بص انا عايزه اجيب احلى ماركه ليه. بصي هو يعني احنا بنتكلم في حاجه زي كده، احنا بس بنتكلم عشان نبقى مع العميل بالسعر. انت لما تيجي تبصي على طقم زي كده قولي ما شاء الله بصي ما شاء الله ازاي. ما شاء الله حاجه قريبه جدا، وبعدين سعره مش قليل يعني على فكره. بلد صناعه الصين في العالم بنجلاديش بس مرصع ميه ذهب. بلد صناعه الصين يعني ده ما يغيرش. ما يغيرش طبعا. ما يغيرش. في منه الهاي كوبي بتاعه هتلاقيه في السوق تمام. ده استيرادنا احنا، استيراد شركه ارشا برضه عشان برضه الناس تبقى فاهمه هي بتاخد ايه. وطبعا توكيل أرشيا عامل العروض دي أو الخصم 35% ده بمناسبة افتتاح فرعه الجديد في مدينة نصر. يعني الخصم ده مش هتلاقيه فرع مول الأزهر، هتلاقيه فرع مدينة نصر بس. يعني عشان الناس ما تروحش الفرع التاني وتقول احنا عايزين العروض، لا العروض موجودة إن شاء الله يوم الافتتاح يوم الجمعة الجاية فرع مدينة نصر بس. تمام. ناس هتقولي يا سارة أكيد توكيل أرشيا ده أغلى من الحلل التركي والحلل الصيني والحلل التانية. عايزة أقولك إن هي بنفس السعر، بنفس السعر بتاع الحلل التركي والصيني والمصري، نفس السعر. بس اللي يفرق ما بين توكيل أرشيا والحلل الماركات التانية إن دي ألماني أصلي. تمام. بتدخلي على الويب سايت بتتأكدي إن هي بتدخلي على الويب سايت الألماني بتاعهم بتتأكدي إن الطقم ده ألماني 100%. ده غير إن الأجهزة هناك ألماني بالضمان من 10 زي ما قلت لكم الضمان هناك من أول 10 سنين لحد 25 سنة. تخيلي إن أنت بتشتري جهاز بنتك بتاخدي الحاجة عليها ضمان من أول 10 سنين لحد 25 سنة. طبعا انت ضمنتي فلوسك اللي دفعتيها. عايزه اقول لكم ان ده التوكيل الوحيد في مصر لتوكيل ارشيا الالماني. الاجهزه الكهربائيه
أرشيا الألماني كلها هناك موجودة، الأدوات المنزلية أرشيا الألماني كلها هناك، البوهيمي الأصلي هناك. عايزة أقول لكم الخلاط بتاع أرشيا الألماني معاه مطحنة بتطحن أي حاجة صلبة، بتجرش التلج، حتى الكبات هناك. عايزة أقول لكم الهاند بلندر، كل الأجهزة بتاعة المطبخ موجودة، حتى البوتاجاز، الفرن، جميع الأجهزة أرشيا الألماني. تخيلي هتجيب البنت كل حاجتها ألماني بضمان من أول 10 سنين لحد 25 سنة. الأدوات المنزلية الكهربائية، الأجهزة الكهربائية، عايزة أقولك كمان البوهيمي، كل حاجة. بس طبعا العروض أو الخصم 35% مش هيبقى موجود غير في فرع مدينة نصر يوم الافتتاح يوم الجمعة بإذن الله. هنا بقى الفروتة وشيالات الكحك والبسكوت والبومبونيرة وكل حاجة في هناك، مطلية جولد ومطلية فضة زي ما انتوا شايفين، او مطلية ذهبي وفضة زي ما انتوا شايفين. الحاجات هناك ارخص من بره. تخيلي انت بتروحي تشتري ماركات مجهولة المصدر بتبقى اغلى من توكيل ارشيا نفسه. عايزة اقول لكم والله الحاجة بره الماركات الغير معروفة اغلى من توكيل ارشيا. بصوا بقى أطقم الجاتو، أطقم العشاء هناك، البورسلين، طقم الشوربة بالمجات بتاعته، الحاجات هناك مطلية بمية الدهب، وعلى فكرة رخيصة جدا، أرخص من بره. وكل ده كمان عليه خصم من أول 10 لحد 35%. شايفين شكل الحلة بالمجات بتاعتها تحفة. نقول لقطه كده ماشي. ان احنا عاملين الفرع دوت عشان خاطر العملاء بتوعنا طبعا كانوا بيشتكوا قوي احنا هنا فرع مدينة نصر، ان الزحمه والكلام ده كله مش عارف ايه، فاحنا عملنا لهم فرع في مدينه نصر في عباس العقاد. تمام، لكل الناس اللي حابه ان هي تيجي في المكان الهدوء والمكان الراحه. والفرع بتاع وسط البلد برده شغال زي ما هو شغال يا جماعه. فرع مدينة نصر يا جماعة عشان الناس كلها، الناس بتاعت التجمع، الناس كلها اول يومين دول عمالين يقولوا ايه، طب الفرع بتاع وسط البلد هيتقفل؟ لا، الفرع بتاع وسط البلد شغال اوقات العمل الرسميه بتاعته كل يوم من 10 ل 11، تمام، ما عدا يوم الاحد. الفرع بتاع مدينه نصر بقى حاولنا نظبط لكم الدنيا اكتر، وان شاء الله هنشتغل كل يوم مفيش اجازات، وهنشتغل من 11 ل 2 بالليل، بحيث ان محدش يبقى عنده اي مشكله في المجيه او في المروحه او اي حاجه. وعايزه اقول لكم كمان ان توكيل ارشيا الالماني، ركزوا عشان في ناس كتيره قوي بتاخد اسم ارشيا الالماني وتلقى المنتجات عندنا، والمنتجات بتبقى وهو ده اللي انا عايز اوصل، مش الاصليه. تمام، وهو ده اللي انا عايز اوصله للعملاء بتاعتنا، ان احنا النهارده تمام احنا عاملين كول سنتر شغال 24 ساعه، يقدر في اي وقت تتصلي بيهم وتقول لهم انا في المكان الفلاني وفي الجهاز ارشا كذا ممكن اشتريه، وصوريه وبعتيه على الواتساب، واحنا نقول لك اذا كان اوريجينال ولا لا. احنا مش متحددين قوي عليه. لا، وعايزه اقول كمان ان الضمان، يعني لو انت خدتي اي منتج ارشيا من اي حته ملوش ضمان. وحاجه ثانيه ان اهم، لو انت جبتيه من ارشيا الاصلي او التوكيل الاصلي، الضمان معاكي من اول 10 سنين لحد 25 سنه. وفي حاجه ثانيه ان اهم حاجه خدمه ما بعد البيع. انا باخد الضمان دلوقتي ضمان مفتوح. انا اعتبرنا مثلا ان انا اشتريت ارشيا من بره، فانا باخد ضمان مفتوح، انا ما بعملش بيه اي حاجه، الضمان ده ما فيهوش اي حاجه. عشان يحصل فيه مشكله وتيجي دراسه الشركه يقول لك انا وكيلي الحصري في مصر شركه ارشا مول وكاله الازهر الفرع الاول والفرع الثاني في مدينه نصر، فانت كده الدايره هتتقفل مع حضرتك وهترجعي لي تاني. فهاجي انا ساعتها اقول لك لا طبعا، لان انت مش شاريه المنتج ده، احنا مجهول الهويه، هو اصلا مجهول الهويه، احنا مش عارفين. ده غير يا جماعة أطقم الصيني هناك، البنجلاديش والماليزي والبوهيمي، كل ده بضمان ما شاء الله. كل دي أطقم صيني فرز أول أصلي، بتدخل الفرن بورسلين حراري بالختم بتاعها، وبتعرفي طبعا تشوفي ده من السيريال نمبر بتاعها من الويب سايت. زي ما انتم شايفين أطقم الصيني والبوتاجازات والأجهزة، كل حاجة تخص أرشيا هناك. وكمان أطقم التوابل الشيك، عايزة أقول لكم أنا جبت واحد ليا، جبت البينك ده، وهنا أستاذ خالد، وده طبعا أهو براند أرشيا مكتوب. بصوا ده التوكيل الأصلي لأرشيا أهو، أستاذ خالد طبعا اتشرفت بيه، مدير الفروع لتوكيل أرشيا الألماني. التوابل وكل حاجة هناك. الحقوا العروض والخصومات في فرع مدينة نصر عباس العقاد، بجد توكيل أرشيا عامل عروض وخصومات من أول 10% لحد 35 بمناسبة الافتتاح يوم الجمعة إن شاء الله. بجد المكان هناك كنز، أسعار أرخص من بره، بتشتري براند معروف بضمان 25 سنة، حاجة تحفة. طبعا هنقدم هدايا على أكثر التفاعلات، برضو الناس اللي تعبت معانا واشتركت في صفحة أرشيا برضو وعملت مجهود معانا هنديها هدية برضو في 2 كاتل
انا اشتريت على فكره يا استاذ خالد. علينا ليك برضه يا استاذ أنا خالد اشتريت. الأوزان. وفي طقم مركوبات 66 قطعه. وليه حضرتك مش ماسك ده عشان تفرح وفي الناس؟ برضه اطباق فاكهه زي كده 5 برضه اطباق فاكهه برضه. ده كريستال. ده كريستال بوهيمي اصلي. ده كريستال برضه بوهيمي اصلي هدايا. غير سحب الحاجات الهدايا واقيمها عن كده تمام. على الفواتير، وان شاء الله هنعمل برضه هدايا اقيم من كده برضه خاص على الفواتير. يا جماعه احنا مستنيينكم يوم الجمعه ان شاء الله، فرع مدينه نصر عباس افتتاح. العقاد. باذن الله عباس العقاد مدينه نصر، جنب بنك مصر وامام يونيون اير. احنا بجوار بنك مصر وقدام يونيون اير. احنا الستاف تيم بتاع الشركه كله في خدمتكم وفي انتظاركم يوم الجمعه ان شاء الله. الحفله برضه بتاعت افتتاح عرشيا معانا وان شاء الله يوم الجمعه باذن الله يا جماعه. انا اللي شلت الورق بتاع الباب بايدي، بس جيت اشتري حاجتي في الخصومات قبل ما الحاجه تخلص. اشوفكم على خير.